انا عايز اقول لك ان احنا بنفس المبلغ اللي مع سيادتك اشترينا اصول ثمنها 40 مليون جنيه ب 20 مليون جنيه. تعالى هقول لك ازاي. قبل ما اقول لك ازاي، هو الكلاينت كان نازل من بره مصر معاه 25 مليون جنيه بالظبط، كان نازل متارجت ان هو هيشتري عماره 6 ادوار فيها 6 شقق، الشقق مش شطابه طبعا، كان هيأجر الشقه الواحده ب 25000 جنيه. اضرب 25000 جنيه في 6 هيجيب لك حوالي 150000 جنيه في الشهر، فده رقم قليل جدا على ان هو يدفع 25 مليون جنيه ويدخل له الرقم ده. تعالى ندردش بقى. انا قلت له ايه مبدئيا؟ حضرتك انت معاك 25 مليون جنيه، مش محتاجين منهم اكتر من 15 مليون جنيه هنشتري بيهم 5 مكاتب اداريه شغاله ومتاجره فوري النهارده بعائد سنوي 3 مليون جنيه، يعني ما يعادل 250000 جنيه شهريا، وده معدل محترم جدا. انت بتتكلم في ار اي تقريبا حوالي 24%. هيفضل معانا من ال 25 مليون جنيه 10 مليون جنيه احنا لسه ما قربناش منها. ال 10 مليون جنيه دي هنقسمها 2، 5 مليون جنيه هنجيب بيهم ذهب بس، سبايك بقى، جنيهات، اللي انت عايزه. وال 5 مليون جنيه التانيين هنقسمها 2.5 مليون و2.5 مليون. ال 2.5 مليون الاولى حطيناها مقدم لفيلا في الشيخ زايد مع مطور محترم. ال 2.5 مليون التانيين احنا لسه ما قربناش منهم. لو جمعنا الحسبه دي كلها هتلاقي نفسك اشتريت اصول ثمنها 40 مليون جنيه، حضرتك ما صرفتش غير ال 15 مليون، فضل معاك هنا ب 5 مليون جنيه انت اشتريت بيهم ذهب او خليتهم في جيبك زي ما انت عايز. وال 2.5 مليون الثانيه انا ارجح ان انت تدفعهم اول سنه قسط للفيلا اللي احنا اشتريناها، وبكده حضرتك امتلكت اصول ثمنها 40 مليون جنيه ب 17.5 مليون جنيه. وده اللي احنا بنتكلم عليه يا جماعه، الف ب استثمار توزيع الاصول. وانا احمد يوسف بقدم محتوى عن السوق العقاري. فلو عجبك المحتوى ده عندك الفولو. سلام.